عايزين بقى تاخدوا نفس النتيجه بتاعت المطاعم بقى اللي انتوا والله العظيم هتدعوا لي عليها قوي يا بنات. بصوا بقى الدقه بتاعت السمك بعد القليه، جربوا كده وادعي لي. انا عن نفسي كنت بعملها برده كده زيكم، بتبله وبعد كده بقليه. لا جربي بقى العكس كده وهتدعي لي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى تفتحي السمكيه كده وتتبليها من جوه اهو. الله الله على الريحه. السمك بعد القليه، ولما بيجي يتبل بعد القليه كمان بيبقى روعه روعه يا بنات. بسم الله ما شاء الله. شايفين بعد القليه هتاخدوا نتيجه كويسه وطعم جامد. انتوا ايه بتاكلوا السمك بره وتقولوا عليه الله الله، هو ده. خد الطريقه دي بقى وادعي لي عليها. احسن حاجه في عمايل السمك تتبليه بعد القليه كانك بتقلي بتنجان بالظبط. طبعا البتنجان المخلل بتتبلوه قبل ولا بعد؟ طبعا بعد. برضو السمك كذلك هنعمله كده. وعايزه اقول لك برضو معلومه حلوه كمان، والسمكه لو كبيره قسموها 2 علشان تطلع معاكم مستويه وحلوه. معلومه حلوه كمان، قبل ما تعملوا الرز بتاع السمك مثلا، يعني شوحت البصلايه وهتحطي مثلا عليه الميه بتاعتها، لا حطي معلقه من الدقه بتاعت السمك عليه على البصلايه قبل ما تحطي شويه الميه. وبصي بقى وادعي لي على شويه رز صياديه من الاخر. الله على الريحه. وبعد ما بخلص بقى يا بنات اتبله من جوه كده، اقوم بقى ايه واخده على الوش وحاطه كده كده. بجد يا بنات حلوه قوي. وقطعي بقى شويه كزبره خضراء ورص السمك عليه وقدميه بقى بطريقه اشيك. حلوه قوي يا بنات. بصوا بسم الله ما شاء الله، حلوه قوي. اللهم صل على النبي. شايفين الجمال؟ مفيش احسن من كده. الطريقه دي حلوه قوي يا بنات، هتدعوا لي عليها بجد والله. كتري واوعي تهدري بالذات في السمك وما تستخسريش، هتاخدوا نتيجه كويسه من السمك وهتدعوا لي عليه. واوعي تنسي المعلومه الاخيره اللي قلت لك عليها، معلقه من دقه السمك تحطها على ايه؟ على الرز، بس ده بعد البصلايه. وادعي لي بقى. استني راحه فين؟ نسيتي تصلي على رسول الله وتدعي لنا دعوه حلوه. كل سنه وانت طيبه. اي نوع سمك تعملي الطريقه دي واعملي التتبيله دي، ملح كمون كزبره ناشفه شويه بابريكا، لو عندك كاري حطيه، ما عندكيش خلاص هنقضي يعني العمليه مش هتقف على حاجه. وفصين توم وقرنين فلفل وقرن شطه حامي واضربوهم في الكبه. ما عندكيش كبه الهون اللي واخدين عليه ايام 6 و6 واشتغل. وكتري في الدقه وحطي بقى على السمك من جواه ورش حبه على الوش وادعيلي.